السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد وآخر أخبار الصف الثالث الثانوي. كالعادة وزي كل يوم دكتور طارق شوقي بيطلع على أحد القنوات الفضائية، بالتحديد قناة صدى البلد، وبيتكلم عن الثانوية العامة وتصريحات جديدة عن الثانوية العامة. يعني كل يوم بتصريحات زي ما احنا متعودين، وزي احنا متعودين برضو ان احنا بننزلها هنا في القناة أول بأول عشان تبقى في الصورة وتبقى عارف ايه اللي بيحصل أول بأول. انا هلخص لك كل التصريحات دي وهقول لك الثلاث حلول اللي دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم او وزاره التربيه والتعليم بشكل عام بتوفرهم للطلاب في حين او للطلاب اللي خايفين انهم يروحوا الامتحان او مش عايزين يروحوا الامتحان او الكلام ده كله. ملخص اللي الدكتور طارق شوقي قاله وزير التربيه والتعليم، قال ان وزاره الصحه مبسوطه باللي بيحصل، ووزاره الصحه كل يوم مجتمع مع وزاره التربيه والتعليم وهم متفقين تمام الاتفاق مع دكتور طارق شوقي في اقامه الامتحانات في موعدها، ومتفقين جدا وفرحانين جدا ان العمليه بتاعه التعقيم وعمليه تعقيم اللجان والمدارس بتعقم بشكل جيد وبشكل كبير وبيتم الصرف عليها بشكل كبير. الكلام ده على لسان دكتور طارق شوقي، انا مش جايب حاجه من عندي عشان يقول لي مصدرك ايه. دكتور طارق شوقي دخل على قناه صدى البلد، تقدر تخش على قناتهم على اليوتيوب وتسمع المكالمه بالكامل، هي مدتها 20 دقيقه بس انا الخصها لك كلها في اللي هو قاله ده. فهو قال ان لجنه مكافحه كورونا وزاره الصحه بتجتمع كل يوم مع وزاره التربيه والتعليم، وزي ما قلت لكم هي مبسوطه ومؤيده لقرار اقامه الامتحانات في موعدها. يعني دكتور طارق شوقي واخد الاعتماد من وزاره الصحه في انه يقيم امتحانات الثانويه العامه. دي حاجه. تاني حاجة بالنسبة لإمكانية التأجيل لشهر 9 أو إمكانية التأجيل لشهر 10، هو قال إن ما ينفعش إن إحنا نأجل الامتحانات لشهر 9 أو شهر 10، وده بسبب إن هيكون في 3 أدوار، أو هيكون في دور أول ودور تاني ودور تالت وتظلمات وتنسيقات، فمش هينفع نأجل الامتحانات للفترة دي. غير كده كمان إن المشكلة بتاعت كورونا وأزمة كورونا دي مستمرة معانا إلى ما لا نهاية، إحنا مش عارفين انتهائها فين، وبعد كده أو عشان كده لازم نتعايش معاها ونعرف شكل الحياة هيبقى عامل ازاي في ظل وجود كورونا وسطنا او في ظل وجود المرض وعدم انتهائه. طيب ايه بقى الثلاث حلول اللي الدكتور طارق شوقي اتكلم فيهم او قالهم عشان يخلص نفسه او يريح دماغه بمعنى اصح من الزن والهاشتاجز اللي انتوا عمالين تعملوه، وفعلا انتوا مأثرين عليه جدا، والضغط الكبير اللي انتوا عمالين تضغطوه على الوزارة. هو وفر 3 حلول او بيقول في 3 حلول. اول حل وهو ان انت لو في منطقة حجر او في منطقة ما بتخرجش منها او مصاب او خالطت حد مصاب او الكلام ده كله، هتروح تمتحن الامتحان الدور التاني او هتمتحن امتحان الدور التاني كأنه اول مرة. ولو امتحنت الدور التاني ده اللي هو بالنسبة لك بقى اول مرة ولا قدر الله رسبت او سقطت، هتخش امتحان دور تالت او دور تاني بالنسبة لك بقى، لان انت دخلت كده كأول مرة. تعالوا نبسطها عشان محدش يتلخبط. دلوقتي انت لا قدر الله محجور منطقة فيها حجر، مش هينفع تنزل الكلام ده كله، هتروح تقدم ورق رسمي ان انت ما ينفعش تنزل. تمام. هتخش الدور التاني او هتخش في موعد الدور التاني كأول مرة ليك تمتحن كدور اول، ولو رسبت في المرة دي او سقطت لا قدر الله هتخش دور تاني بالنسبة لك، تمام كده. اظن انها واضحة. يعني اللي هيروحوا يمتحنوا ان شاء الله يوم 21، او اللي هيمتحنوا اول دور او دور اول هيكون ليهم امتحان دور تاني، واللي هيمتحنوا في الدور التاني كاول مرة هيكون ليهم دور تالت اللي هو دور تاني بالنسبة لهم. اتمنى هكون وضحتها بشكل مبسط عشان محدش يكون اتلخبط. بالنسبة بقى للناس اللي مش عايزة تخش خالص او خايفين او الكلام ده كله، ليهم انهم يأجلوا السنة او يخشوا امتحانات الصيف اللي جاي، وهتكون السنة ضاعت عليهم للأسف، او هتكون سنة وقعت منهم كده على الفاضي او بدون لازمة يعني او بدون داعي. رغم ان انت هتكون ضيعت سنة من عمرك او هتكون وقعت سنة من عمرك، لكنها هتكون ليك اول مرة وهتحسب ليك كاول مرة تدخل ثانوية عامة او كسنة اولى ثانوية عامة، يعني مش هتكون ليها علاقة بالسنة اللي انت ما دخلتهاش اللي هي السنة دي، لا هتتحسب ليك كاول مرة او اول سنة تخش ثانوية عامة. بالنسبة هتكون بالنظام القديم ولا الجديد، هو قال قبل كده دكتور طارق شوقي انها تكون بالنظام الجديد بنظام التابلت، هتكون بنظام التابلت بنظام الامتحانات الجديد، وده طبعا عشان تكافؤ الفرص والكلام ده كله. هو ما وضحش بالظبط في المداخلة دي هتكون بنظام قديم ولا جديد في الوقت الحالي، لكن اخر تصريحاته بالنسبة للموضوع ده اللي قبل كده، التصحيحات اللي قبل كده يعني، كان موضح فيها وقايل انه هيكون بالنظام الجديد بتاع
التابلت بالنسبه لثالثه ثانوي اللي هيأجلوا السنه للسنه الجايه. هي دي الحلول اللي وزاره التربيه والتعليم تقدر توفرها لك وتقدر تتيحها ليك او تسمح ليك انك تعملها. كمان مسموح ليك انك تأجل مواد ومواد لا. يعني انت مثلا لو امتحنت اول ماده او مادتين وبعد كده اصبت او بعد كده اتحجرت او تم حجرك، فبالتالي في الفتره دي او المواد اللي انت مش هتقدر تخش فيها الامتحانات هتخشها دور تاني برضو كاول مره مش كدور تاني. وكذلك برضو لو رسبت فيها تخش فيها دور تالت بقى اللي هو الدور التاني بالنسبه للدور التاني اللي امتحنوا اول مره. معلش انا عارف ان الموضوع ملخبط، بس هو ده الحل الوحيد اللي الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم بيقترحه او بيقولوا يعني بالنسبه للطلاب عشان زي ما هو بيقول يخفف عنهم او الكلام ده كله. كمان الحاجة اللي احنا قلناها قبل كده في فيديو ان الامتحانات هتكون محطوطة بوضع سهل ومبسط وشكل بسيط، مش هتكون مكلكعة ومعقدة، وده تخفيفا برضه على الطلاب وتخفيفا على كاهل الطلاب. كمان المواد المضافة حاليا او الغير مضافة قصدي حاليا بيتم دراسة الغائها وهيتم الغائها يعني ان شاء الله في الفترة القادمة او الفترة المقبلة. وكمان دكتور تشاوي بتصريحات رسمية منه يعني خارجة منه في المكالمة او المداخلة الهاتفية، هل هيكون في تساهل في التصحيح او مراعاة في تصحيح الامتحانات، وهتتصحح بشكل مش معقد او مش هتكون في تدقيق قوي في التصحيح، بس هنلتزم بروح الاجابة زي ما احنا متعودين يعني. ده كان كل الحاجة قالها دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جديدة، ودي كانت الاقتراحات والحلول اللي هو بيقترحها دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. وكمان هو ده غالبا القرار النهائي بان الامتحانات ستقام نسبة لانه قال ان وزارة الصحة موافقة على اقامة الامتحانات بتاعة الثانوية العامة في موعدها. ده كان كل حاجة في الفيديو ده. عندك استفسار او سؤال او اقتراح او اي حاجة حابب تقولها في الكومنتات قولها، واحنا ان شاء الله هنسمعك وهنوصل رأيك. كمان تضغط زر اللايك تقديرا ودعما للفيديو. وانا عارف ان في بعض الاحيان كلام دكتور طارق شوقي او التصريحات بتاع دكتور طارق شوقي ما بتبقاش عاجباك او ما بتبقاش عاجبه المستمع، فعشان كده بتضغط ديسلايك او ما بيعجبكش الكلام فبتدوس ديسلايك. لكن الديسلايك ده بيوصلني انا ان الفيديو وحش او انا ما عملتش كويس فيديو كويس او كده. فلو فعلا ده حقيقي يا ريت بعد ما بتعمل ديسلايك تقول لي بس في الفيديو او في الكومنتات يعني ايه اللي ما عجبكش في الفيديو. لكن لو كلام دكتور طارق شوقي ما عجبكش اصلا مش الفيديو يعني تقدر تنتقده براحتك في الكومنتات او تقول ايه اللي ما عجبكش في التصريحات بشكل عام. ده كنت انا اللي حابب اوضحه يعني واقوله. في الاخر حريتك انت حر تضغط لايك او ديسلايك، ده حاجه ترجع لك انت. ده كان كل حاجه حابب اقولها، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه واخبار كويسه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.